راجل واحد ضد بنك انجلترا في يوم واحد بس قدر يحقق مليار دولار. تخيل شخص واحد يهز الاقتصاد البريطاني بالكامل. سنة 1930 اتولد جورج سورس في المجر. طفولته كانت مليانة بالخوف، لكن هرب من الحرب ووصل انجلترا وهناك درس الفلسفة. لكن الفلسفة لوحدها ما بتدفعش فواتير، فقرر يدخل عالم التداول ويأسس صندوق الاستثماري واللي هيغير حياته وحياة الاقتصاد العالمي. وسنة 1992 الليلة للتاريخ هيفضل فاكرها، سورس قرر يراهن بكل قوته ان الجنيه الاسترليني لازم ينهار. ما تيجي احكي لك الحكاية من الاول. في اوائل التسعينات بريطانيا كانت جزء من آلية الصرف الاوروبي ERM، وده نظام بيحدد سعر الجنيه الاسترليني مقابل المارك الالماني بحيث ما ينزلش عن حد معين. وعلشان كده سورس يعتبر من اعظم المضاربين في سوق العملات في التاريخ. لكن المشكلة كانت في الاقتصاد البريطاني الضعيف والتضخم العالي والبطالة بتزيد، وده معناه ان الجنيه كان مبالغ في قيمته. وهنا ظهر سورس وفهم ان الحكومة مش هتقدر تحافظ على الجنيه بالقوة دي، وان البنك المركزي لازم في الاخر يستسلم ويخفض من قيمته، فقرر يراهن ضده. وهنا سورس بدأ يبيع الجنيه الاسترليني بكميات ضخمة جدا. بريطانيا كانت بتحاول تثبت الجنيه عند 2.95 مارك ألماني، ولكنها اضطرت تشتري مليارات من الجنيهات في السوق للحفاظ على السعر. لكن كمية البيع كانت أكبر من قدرتهم على المقاومة. وفي 16 سبتمبر 1992 اللي اتعرف بعد كده باسم الأربعاء الأسود، بنك انجلترا حاول بكل قوته يدافع عن الجنيه ورفع الفايدة لحد 15% لجذب المستثمرين، ولكن فشل. وفي نهاية اليوم بريطانيا أعلنت إن هي مش قادرة تحافظ على الجنيه وخرجت من ERM، والجنيه انهار بنسبة 15%. صفقة واحدة مليار دولار ربح، ومن يومها العالم سماه الرجل الذي حطم بنك انجلترا. بعض الناس بتشوفه عبقري مالي، وناس تانية بتعتبره متلاعب بالاقتصادات، ولكن الحقيقة إنه فاهم قواعد اللعبة أكتر من أي حد تاني. نجاح سورس مش حظ، هو فهم عميق وتحليل ذكي للسوق اعتمد فيه على المضاربة والمراهنات الكبيرة. وقصة سورس تعلمنا ان العالم التداول مش مجرد ارقام، لكنه رؤية وتوقع وشجاعة. لو كنت مكان سورس كنت هتاخد نفس الرهان؟